معاهم. مين اللي راح ترافع عن احمد موسى؟ مين اللي راح ترافع عن مصطفى بكري؟ اساليهم. لا بالعكس كلهم اصدقاء اعزاء. توفيق عكاشة، دكتور توفيق عكاشة برضه روح دور. شايف انه في الخلفيه في موضوع دكتور توفيق عكاشة في حاجه مش مفهومه ولا؟ طبعا. ايه؟ يعني انا زعلان من الدكتور توفيق وحزين عليه. دكتور توفيق وطني محترم مخلص، سبب من اسباب 30 يونيو. تمام؟ ما يتعاملش بالطريقه دي. وحزين على ان هو تسبب في كثير مما حدث. ليه بقى؟ في ناس احنا بنحترمها مش خوف. يعني انا ما بخافش من الرئيس السيسي بس بحترمه. ليه؟ لان انا قعدت معاه كذا وحضرتك قعدت معاه وعارف اقول اول ما قعدت معاه يقول لك ده بيخوفنا. يا عم لا السيسي وحش يا عم. انا راجل قعدت معاه لقيته مؤدب ولقيته بيحب مصر ولقيته بيشتغل ولقيته مدوخ كامل وزيري ولقيته مدوخ وزير الشباب خالد عبد العزيز في المشروعات ولقيته مدوخ يعني راجل ابراهيم محلب راجل شغال. لا وحش. خلاص لما اقول لي والله انا قعدت معاه لقيته مؤدب يقول لك مين بيهددنا؟ لا سبحان الله يا عم انا لا بخاف منك ولا بخاف من حد، بس بقول لك الراجل ده راجل مؤدب ومحترم. توفيق عكاشة تجاوز الخطوط بطريقه انا زعلتني انا، وانا جبته في البيت كان معايا خالد صلاح ومصطفى بكري وائل ابراشي وكان احمد ابو هشيمه ومين تاني عايز افتكر مين تاني وعمرو خياط اللي هو في تمام ودكتور عبد الرحيم علي. عملت عشاء في البيت وجبنا الدكتور توفيق عكاشة. احنا كلنا بننتقد النظام، بننتقد حاجات كتير مش عجباني في النظام. ما هو في فرق ما بين النقد من اجل النقد والنقد البناء. انت حريص على وبعدين زعلني اكتر موضوع اسرائيل. خلاص انا مش بقول ضارب السفير الاسرائيلي بالجزمه في المحكمه قضيه عزام عزام واقبل اي حد يتعاون معاه، لكن محمد انور السادات قاعد على حجر السفير الاسرائيلي مفيش مشكله خالص الراجل وعمال يتكلم النهارده بيقول لك اصل انا شايف يا عم انور يا عم محمد التاريخ بيقول كلام انا مش عايز اعيده تاني لان انا حضرت المحاكمه الاوليه بتاعت احمد شمس خفاجه. انا كنت موجود في المحاكمه، انا كنت موجود عشان ليك اخوات محترمين مش عايز اعيد واقول القضيه كانت فيها ايه. قضيه مش عايز اتكلم وحضرتك دلوقتي كل يوم تقول لك ايه؟ انا بقبض. ما الحكومه بتقبض يا عم، الدوله بتقبض منح عشان تعمل مشروعات عشان الناس تقعد في الشوارع. حضرتك بتقبض ليه؟ قول لي. بلجيكا فرنسا امريكا يقول لك انا سافرت فين؟ امريكا. ليه؟ اصل انا كان عندي قاعده مع الجماعه اللي هناك دول عشان خلاص بقى عرفنا. يا سعاده رئيس المحكمه المحترم هشام بيه عبد المجيد